إيه الحاجات اللي أول ما تشوفيها في الشخص ده اللي بيسموها red flags دلوقتي، اللي هو الحاجات اللي تقول لِك لأ اهربي؟ زي ما اتفقنا زي ما أنتِ قُلتِ كلمة مضبوطة، ما فيش فورميلا واحدة، بس في حاجات لو موجودة في العلاقة هاقول لِك اهربي، اهربي. لو الشخص كدّاب، الشخص الكدّاب ده ممكن يعمل بُصّي هيوديكِ ويجيبِك عمرِك ما هتكوني مستقرة معاه، ممكن يعمل أي حاجة في الدنيا، اللي بيكدب يعمل أي حاجة في الدنيا، لإن في ناس بجد اللي هي عارفة تلاقيه بيكدب زي ما بيتنفّس، ده ابعدي عنه خالص. الشخص الغير مسؤول، أعرفها منين دي؟ أعرفها من الشخص المسؤول، اعرفي منه دايمًا هو شغله عامل إزاي، طموحه، كاريره، ملتزم في حياته، ملتزم في ناحية صحته، ناحية رياضته، هتلاقي في عنده حاجات كده ملتزم بيها، الناس اللي حواليه، الشخص المسؤول ما اخافش منه، لو الشخص غير مسؤول مش هتعرفي تاخدي منه حاجة، مش هتعرفي تمسكيه أصلًا. الشخص اللي ما عندوش control سيطرة على تصرفاته، الشخص الاندفاعي، فتلاقيه مندفع في قلة أدب، لسانه أوكي. طويل، أو إمم. يمد إيده ويقول لِك أصل أنا عصبي اللي في قلبي على لساني، لأ، ده محتاج يعني يروح يشتغل على نفسه بعيد عني أنا مش هاعرف أصلّحه، ومهم أوي إنه يكون ده ما بيحصلش مع الناس كلّها، بمعنى إيه، لو أقول مثلًا هو قليل الأدب مع الناس كلّها بس معايا لأ، هو إنه بني آدم ما بيجزّقش يعني هو صابر عليكِ شوية بس بعد كده وقت هو الخناقة مش هتلاقيه صابر، هو دلوقتي طالع أحسن ما عنده، المرحلة اللي بنقول عليها في الآخر المرحلة خالص بالضبط اللي إحنا بنقول إمم. عليها، فطالع أحلى حاجة فيه، بس أنتِ كمان شوية مع الضغط هتبقي زي الناس التانيين إمم. بالضبط، فالفكرة دايمًا أقول إن الصفة تكون فيه أصلية، أصيلة، ما تكونش معايا أنا بس، إمم. أنا يعني باشتم الناس كلّها بس أنتِ لأ، أنا باقِل أدب الناس كلّها بس أنتِ لأ، لأ، ما دام الصفة دي فيه اعرفي إن هي فيه وهتطلع معاكِ أنتِ كمان.